بيسعدني كمان أكون معكم في هاللحظة بشيء إن شاء الله إنه بنال إعجابكم وبنال رضاكم كمان. دعونا مشاهدينا الأعزاء نتحول بكم من صحيفة بنت وصحيفة بانوراما وموقع بنت في مدينة الطيبة داخل أراضي 48، حيث تشرفت اليوم المؤسسة وهذه الصحيفة باستضافة عدد من الزعماء العرب، وعلى رأسهم كبار الزعماء العرب، وقد وصلوا قبل قليل لنلتقي بهم ونلقي لكم الضوء على ما يقولون. الآن دعونا ننتقل مباشرة إلى القاعة التي خصصت لزعماء العرب، حيث حطت طائراتهم صباح اليوم في مطار الطيبة الدولي، حيث استقبلهم السيد بسام جابر وعدد من الضيوف الكرام. دعونا ننتقل إلى الملك حسين رحمه الله الذي تحدث قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيء عظيم ومفخر لنا جميعا أن نزوركم في هذا الموقع الطيب، وإن دل على شيء بإنما يدل على تقدمكم وتميزكم، فبارك الله فيكم جميعا، يعطيكم الصحة والعافية. وأترك الميكروفون إلى أخي الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، الله يعطيه الصحة والعافية. أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها لمناسبة طيبة أن نكون اليوم في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا، وحنا وايد مستانسين في هذا البلد، وواجد مستانسين أن نكون في صحيفة بانوراما وموقع بنت. بارك الله فيكم. وأترك الميكروفون لأخوي عمر البشير. أشكرك صاحب الجلالة خادم الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أهيئ كل زول وكل ست وكل سيدة عبر موقع بنت وصحيفة بانوراما أننا باسم السودان وباسم أهل دارفور نحييكم في هذا اليوم المبارك، ونشكركم شكر كل مليان سكر. وبهالمناسبة الطيبة لقد قررنا أن نزوج كل شباب مدينة الطيبة ومشاهدي موقع بنت فتاة سودانية مجان، وإن شاء الله تنال القضية على إعجابكم وهذه الهدية على إعجابكم جميعا. مشاهدينا الأعزاء، يبدو أن القذافي يستعد الآن لإلقاء كلمته الآن. شيل الضوء والإضاءة. إخوان الأعزاء، هذا يوم عظيم، يوم مبارك أن نكون في صحيفة بانوراما وموقع بنت في مدينة الطيبة اللي أول مرة نزورها، باسم ليبيا وباسم الشعب الليبي العظيم وباسم القيادات العربية والشعوب العربية وباسم كل الإنسانية والإنسان مقهورين على وجه بسيطة. نحييكم ونحيي أستاذ بسام وكل القائمين على هذا الموضوع. أشكركم، بارك الله فيكم جميعا. وأترك الميكروفون أخوي عمر الرئيس مبارك. شكرا أخوي السادة العقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سعت مصر إلى دفع مسيرة السلام، والموضوع ده أنا عايز مش عايز هتكلم باللغة العامية بقى عشان الكل يفهمني. أنا عايز أقول إن إحنا سعداء جدا نكون النهاردة في مدينة الطيبة، ودي مدينة اسمها على كاسمها زي ما بيقولوا، حاجة جميلة واستقبال باهر. احنا بنشكر شركة رويال الصناعية التجارية اللي نقلتنا بطيارة خاصة من الخليل لمدينة الطيبة، وإن دل على ذلك إنما يدل على مساهمة الجميع في رفع الظلم على الشعب الفلسطيني. واحنا حكينا واتكلمنا في الكلام ده كتير، وقلنا ان احنا في مصر داعمين لمسيرة السلام، وان احنا مع سلام يجمع اسرائيل بالشعوب المنطقة كاملة، لكن ضمن وفي اطار اللجنة الرباعية وقرارات مجلس الامن. وانا عايز اشكر اخواننا كلهم، وانا اترك الميكروفون لاخويا عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري. اشكرك فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم مبارك، ويوم نحن سعيدين به بزاف، ونقول لكم مشاهدي موقع بنت أننا نحبكم بزاف، وكلمة بزاف بالجزائرية يعني كثير، كما يقول لنا أو يقولون إخواننا الإخوان في الكويت
يعني وايد. ونحن نقول في الجزائر بزاف بزاف إننا في الجزائر شعب المليون شهيد نبعث بتحيتكم، تحيتنا لهذا الشعب العظيم والشعب فلسطين العظيمة وفلسطين التاريخية، والله يحفظكم والسلام عليكم. أترك الآن الميكروفون إلى أخي العزيز الرئيس طبعا على غالي على قلوبنا جميعا، الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وعدا من الله إن الله لا يخلف وعده. إخواني يا أهلي ويا ربعي، أحييكم في هذا اليوم العظيم. هذا هو شعب الجبارين. أنا مش قلت لكم يا إخوانا هذا هو شعب الجبارين، ومعا وسويا حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مدينة السلام، مدينة السلام، مدينة السلام. مشاهدينا، أيضا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وصل إلى الموقع وإلى صحيفة بانوراما وموقع بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى حنا سعداء كثير، سعداء بهذا اليوم الطيب المبارك اللي نلتقي فيكم عبر هذه الشاشة الصغيرة لنحيي جماهير شعبنا الفلسطيني في عام 48 وعام 67 وموقع بنت القائمين عليه. تحية لكم اللي طلينا من خلال شاشتها الصغيرة عليكم، ونقول لكم النصر قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أيضا مشاهدينا الأعزاء، كان الشاعر عمر الفر قد وصل إلى هذا الموقع وقال كلمة له قائلا: مساء الخير، مساء الخير لكل جماهيرنا العربية، ومساء الخير للشعب الفلسطيني. أقولكم أحبكم حب الهيل في الدلة، أحبكم حب التين في السلة، أحبكم مثل ما قال إخواننا المصريين لنسوانهم: حط الأكل في الحلة. أحبكم قدر ما حط الحلوانجي على كنافة قطر وحلة. أحبكم بكل دين وبكل ملة، أحبكم لا تقولوا لا، أحبكم وكسر الها، أحبكم بكل دين وبكل ملة. مشاهدينا، أنا أخي ظهري تعرفي أنا جاي على بالي شغلي. اسمع تقول لك، انت بتتابعش موقع بنات يا زلمه؟ شوف يا اخي، موديلات جديده للنسوان بتنزل ولا منشوف اشي. احذيه موديلات، اشي كعب عالي واشي كعب هابط واشي كعب زحافي. خليني احكي مفقوره، انا من جوا بدي انا اقهر، بدي انا فجر. لا تنفجر ولا اشي، هيتملينا الدنيا وسخ. شو مالك انت؟ اسمعي اقول لك، اهم حاجه في الموضوع انت وين شفتيهم هدول؟ الشوبينج يا ابن الحلال، الرياضه والشوبينج والاقتصاد. انت بتتابعش موقع بنات؟ ما انت لا صحيفه بانوراما بتجيب لنا ولا موقع بنات خليتنا عليه. انا اين مانعك؟ ما انت تنهارك على الموقع، بس يعني انا من رايي يا عم الحاج يعني تخلينها تتفرج. هذا موقع حلو كتير، عليه شغلات والله بتجنن كتير، زي شركه ريال الصناعيه التجاريه، كل اخبارهم ما شاء الله بنزلوها. صح يا عم الحاج، خاصه انه بيهتموا في الاطفال الصغار زي. انا مش فاهم يعني. انا بدي اقول شغله. يا ظهري، يا ضلاعي. اي طول بالك، ما قلت لك خذ حبه الضغط الصبح؟ يا بنت الحلال نسيكي من الضغط، خليه يشرب له كاسة بابونج احسن له، او يفتح موقع بنات بحطوا لهم وصفات اعشاب، اشي بجنن. اقول انا من بكره الصبح حاطط عليه. طبعا يا جارنا طبعا، اصلا هنا الموقع يعني موقع رائع. موقع اسمه موقع يا حبيبي عليك. طبعا يا جار، ولا ليش يا حفوظه؟ طبعا يا حبيبي طبعا. بالنسبة للشوبينج احنا أول بأول، كل الموديلات الحديثة وأخبارنا في الداخل وفي الخارج، كل العالم بنعرفها عن موقع بنات. الله يخلينا إياها الموقع، بالحقيقة إنه إشي فاخر على الآخر. مشاهدينا، كنا مع هذا الفاصل، ولكن إسماعيل ياسين، ياسين بقوش وأبو عنتر وهذه الشلة شنو هذا الموقع؟ والله انه موقع مرتب ان شاء الله، بس اطلع هيك اخي ابو عنتر. اقعد كويس، جلس كويس واحكي منيح. شنو هذا الموقع؟ موقع كتير بطولي، عم بنزلوا عن العضلنجية مثلي. ما هو محتاج للعضلنجية، شو رايك اخي مرزوق؟ صدقوني انه هذا الموقع موقع اجتماعي يعني بيجمع الناس مع بعضهم، ولا شو رايك يا سمعة؟
طبعا يا اخوي، طبعا يا مرزوق، الله هذا قال عنه جوز اختي، قصدي جوز عمتي، قصدي جوز خالتي. اي اللي يكون ان شاء الله حتى جوز وزبيب. ها وشو هذا موقع ما في بعده، صدقوني صدقوني. تحية كبيرة للقائمين عليه. ها وشو حبيبات قلبي، مساء الخير، بحييكم. حابب اقول باسمي جورج وشوف ان هيدا شي حلو كون معاكم اليوم بهالموقع الحلو. بقول طبيب جراح قلوب الناس جداوية. شكرا لكم. مشاهدينا، كنا إذا مع هذا الفاصل القصير. شكرا لموقع بنت والأستاذ بسام جابر وكل القائمين عليه. إلى اللقاء. شكرا لكم مرة ثانية. لكم تحياتي عبد الفتاح العياسي من شركة رويال الصناعية التجارية في الخليل. شكرا لموقع بنت وصحيفة بانوراما.